السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معاكم ميرفت من قناة لوك أند كوك. أهلا بيكم متابعيني. البسكوت الجميل ده بسكوت البرتقال، بسكوت فاخر من الآخر، جميل جدا، بسكوت جميل جدا جدا، إن شاء الله يعجبكم. يلا بينا نلوك عشان نكوك. يا ريت بقى لو أول مرة تشوفوا قناتي تعملوا تشتركوا فيها وتعملوا لايك وشير وتعليقات. ويلا بينا نبدأ. معانا دلوقتي بشر برتقانتين. انا عايزة معلقة كبيرة من بشر البرتقان، مهم قوي لان هو ده اللي هيدي التست بتاع البرتقان، ده اللي هيدي طعم البرتقان الاساسي في البسكوت. وبعدين معانا 100 و250 جرام زبدة، ربع كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، طرية جدا، تكون طرية رخوة. ومعانا 150 جرام سكر بودرة. طبعا ان شاء الله انا هكتب كل المقادير، مقاديرتي مظبوطة 100% يعني، مظبوطة مظبوطة. والطريقة بسيطة وسهلة، بس هي يعني ايه اهم حاجة المقادير. الطريقة سهلة جدا لانها يدوي، مش هنستعمل المضرب الكهربائي ولا حاجة، بايدينا كده بالويسك كده وهيجيب نتيجة ممتازة. اهم حاجة سكر بودرة يكون ناعم ومنخول علشان يديكي نتيجة حلوة. بنضربه شوية وبعدين بننزل ببيضتين، بناخد بيضة ومعاها بياض صفار بيضة، والبياض هنركنه على جنب. يبقى قلنا 250 جرام زبدة و150 جرام يعني حوالي كوباية الا ربع سكر بودرة ناعم، سكر بودرة ناعم منخول ناعم حلو. وبعدين بنحط ذرة ملح، وبنحط ايه بقى باكو فانيليا، علشان شوية فانيليا علشان خاطر ايه تعلي التست بتاع البسكوت ويبقى يعني يدينا نتيجة حلوة. هو طبيعي قشر البرتقال بيضيع اي زفارة للبيض يعني. بس وبعدين بنبتدي ننزل بالدقيق، ننخل الدقيق، لازم تنخلي الدقيق، مهم قوي علشان ميبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة ويتخللوا الهواء، يوم يطلع البسكوت هش و... ومقرمش وجميل. بنقلب تقليب خفيف كده، مجرد ان احنا بس بندخل المكونات كلها في بعضها. وبعدين بقى هننزل بالدقيق، هننخله وننزل بيه. يا ريت حبايبي بقى يعني لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات القناة كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وتكبر، علشان تعليقاتكم مهمة طبعا جدا للقناة واللايكات. وان شاء الله ربنا كده يصلح الاحوال وتكتر تكبر القناة كده و... بيكم ان شاء الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. احنا حطينا معلقتين عصير برتقال ومعلقتين لبن، وهنلم العجينة، احنا مش هنعجنها، احنا هنلمها يا دوبك، يعني هنلم المقادير دي كلها على بعضها بطراطيف الصوابع خفيف كده، عشان ما ايه ما يطلعش البسكوت متحجر، لو عجنتيه يحجر منك ويبقى مش حلو. احنا بنلم العجينة، ما تبقاش بتلزق في الايد طبعا، تبقى طرية بس مش طرية سايحة ولا حاجة، لا تبقى تطلع من الايد وتبقى يا دوبك هما ال 550 جرام هم هدول بالظبط هيلموا لك العجينه زي ما انت شايفه كده، تبقى عجينه طريه حلوه لينه، وعلى ان فيها كميه زبده طبعا عليها، هي ما فيهاش سوائل كتير لكن فيها زبده، هي الزبده اساسها يعني. البسكوت ده جميل جدا جدا، البسكوت ده سعره غالي بره، يعني مش اقل من 300 جنيه دلوقتي سعره، ده اقل حاجه ده، يعني انا بتكلم كده في المينيموم يعني. البسكوت ده جميل جدا، من البسكوتات اللي فعلا يعني هي بسكوت كلاسيكي قوي قديم قوي يعني، بس فعلا جميل يعني. انا صراحة بموت فيه، بحبه جدا، يعني من اجمل البسكوتات اللي يعني افضلها بسكوت البرتقال، جميل جميل يعني. آه، بتبتدي بقى ايه تعمليه كده، البسكوتة بتبقى حوالي 25 جرام، يعني بتاخدي حتة عجينة حوالي 25، لو عندك بقى ميزان يعني عشان تظبطي ايدك 25 جرام. هي طبعا مش بيطلع كله كوبي من بعضه، لان احنا طبعا مش مكنة، احنا ايدين، فما بتطلعش يعني، لكن بنحاول ان احنا نظبطه، وهي طبيعي لما بيخش الفرن بيبقى بيتشابه كله زي بعضه، عشان بايه الخميرة بقى البيكنج باودر بيشتغل، فبياخد شكل حلو يعني، بقى كله الانبعاجات دي كلها بتتساوى. لكن حاولي تظبطيهم كلهم مقاس واحد علشان ما في الخبيز
ما يبقاش ايه واحدة تستوي وواحدة لا. ممكن تعمليها مدورة وممكن تعمليها مستطيلة زي ما انتوا شايفين كده، وبتحطيها على ورق الزبدة احسن علشان خاطر ايه يعني ما تلزقش في الصاج. هي ما بتلزقش لان طبعا هي فيها زبدة عالية، بس يعني حسب امكانياتك. بتبتدي بقى بياض البيض، هندهنها ببياض البيض، تدهنيها حلو قوي قوي بياض البيض. بفرشة ناعمة كده تمشي عليها كلها. وفرن 180 درجة مسخن طبعا مسبقا قبل كده، لازم يكون سخن. احنا متفقين طبعا ان المعجنات والبسكوتات والكيكات وكل ما تخشش على فرن بارد ابدا. ف 180 درجة وبتدخليها على الرف الوسطاني. بتقعد حوالي يعني ايه 18 دقيقة تلت ساعة، ما بتزيدش عن كده. وبتطلعيها بقى ايه لونها ذهبي حلو، يعني تبقى لونها ذهبي حلو من فوق ومن تحت. البسكوت ده جميل جدا جدا وان شاء الله يعجبكم، والوصفة تحوز اعجابكم لو طبقتوها زي ما انا عاملاها وبالمقادير. بجد يعني هتبقى ناجحة 100%. جميل مقرمش، جميل جدا. يتحط في علبة محكمة الإغلاق، يعني أي علبة عندك بقى محكمة الإغلاق، وتاخدي منه عادي. ده يقعد بقى عندك كده شوية، يعني تاكلي منه بقى يعني براحتك. هو طبعا بيقعدش يعني لو قعد يوم ولا اتنين يبقى حلو قوي يعني. وبالهنا والشفا ان شاء الله. ويا ريت بقى تعليقات، ويا ريت تقولوا رأيكم بقى في الفيديوهات بتاعتي، وهل الوصفات فعلا بتفيدكم ولا لا. ويبقى فيه كده تجاوب بينا وبين بعض بإذن الله. وإن شاء الله ربنا بحبكم في الله، وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات تانية. وتعجبكم الوصفة دي إن شاء الله تعملوها وتطلع ناجحة بإذن الله. ما انتوا ستات شطار بإذن الله، كل حاجة من إيديكم جميلة. ونشوفكم على خير في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله.